ازاي ممكن حد بيبدأ مشروع جديد يقدر يخلق لنفسه مكان على السوشيال ميديا؟ لازم أركز على 3 حاجات أساسيين. اي حد عايز يعرف ازاي يقدر يكبر البيزنس ده على السوشيال ميديا، دينا هتساعدهم ان هي تعمل لهم خطة علشان يعرفوا ازاي يكبروها. أنا دينا مصطفى، عندي أكتر من 14 سنة خبرة في مجال التسويق. بسوق لوجهات سياحة، بساعد أصحاب المشاريع الصغيرة إن هم يكبروا البراندز بتاعتهم أونلاين. السوشيال ميديا بقت زحمة قوي 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 بالظبط. وما بقاش حد عارف ايه ده مين فين. بيشتروا فولورز عشان يكبروا بيج بتاعتهم. للأسف إحنا نخش على البيج نشوف البيزنس ده عنده فولوينج كتير. اصلا الناس بتثق في اللي عنده فولورز اكتر. ايه هي الاخطاء اللي دايما بيقع فيها الناس اللي عندها بيزنس بتاعها بتدمرهم؟ financial issues, production issues, operations. ايه الحاجة اللي عملتيها كأم وندمتي عليها؟ وإن أنا خدت مسؤوليات أكتر اللي أنا كنت قادرة استحملها. تجربتك بقى من الفريلانس لان انت ترجعي تاني وظيفة. كل ده على حساب إيه؟ على حساب مين؟ Not from the couch هو مش مجرد بودكاست، احنا مشروع غير ربحي هدفه انه يوفر فرص شغل، تدريب، توجيه مهني، واحنا اول مبادرة في الشرق الاوسط بتتعاون مع اصحاب القرار في مجالات مختلفة وبلاد مختلفة علشان يستخدموا قوتهم في مساعدة الناس والتغيير الايجابي. دينا ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت يا أميرة؟ أنا كويسة الحمد لله. الحمد شكرا لله. جدا على وجودك النهاردة معايا في Not From The Couch. أنا اللي متشكرة ومبسوطة جدا. أخيرا عرفنا نظبط يوم ونتقابل. الحمد لله. طيب قوليلي انتي بتحبي تعرفي نفسك ازاي؟ أنا دينا مصطفى، وأنا عندي أكتر من 14 سنة خبرة في مجال التسويق. بشتغل في 2 fields. ممكن نقول حاول أبسطها شوية. بسوق لوجهات سياحة وأوتيلات في السوق المصري، فأنا ماسكة destination وبسوق له أو بعرف الناس أكتر عن الديستنيشن ده عشان يحبوا يروحوه أو يحبوا أو يعرفوا أصلا إيه اللي في الديستنيشن ده، فيقولوا أنا عايز أروح فعلا المكان ده. تاني حاجة بعملها وإن أنا بساعد أصحاب المشاريع الصغيرة إن هم يكبروا البراندز بتاعتهم أونلاين. وده اللي وصلني النهاردة إن أنا يكون عندي project online to support local businesses online. وتاني حاجة إن أنا بشتغل في destination marketing، وهنتكلم عنه أكتر في الابيسود إن شاء الله. حلو قوي، شغلانة لذيذة جدا. it's very interesting. وبساعد أصحاب المشاريع الصغيرة إن هم يكبروا البيزنسز بتوعهم أونلاين. اوكي طيب، دي بقى حاجة مهمة جدا لأن دلوقتي بقى في كتير قوي مشاريع أونلاين وبقى في بيزنس الصغيرة، والناس صحاب المشاريع دي أو اللي عندهم أفكار وعايزين يعملوها مشاريع بيبقى صعب جدا بالنسبة لهم يلاقوا فكرة أو يلاقوا لنفسهم طريقة على السوشيال ميديا علشان يقدروا يظهروا بيها، لأن طبعا زي ما انت عارفة دلوقتي السوشيال ميديا بقت زحمة قوي 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 وما بقاش حد عارف ايه ده مين فين كل الكلام ده. فازاي ممكن حد بيبدأ مشروع جديد أو عنده مشروع مثلا صغير يقدر يخلق لنفسه مكان على السوشيال ميديا، مكان مميز؟ أول حاجة عايزة أقولك إن التسويق أو الماركتينج على السوشيال ميديا النهاردة لأي صاحب مشروع صغير أو كبير اختلف تماما من 10 سنين أو من 5 سنين أو حتى من 2 سنين. الكونتنت كريشن أو إن أنا أعمل محتوى وأسوق للمنتج بتاعي أو الخدمة اللي أنا بوفرها أونلاين اتغيرت تماما. من 10 سنين كان ممكن لو أنا عندي بوتيك أنزل صور المنتجات بتاعتي وحد أو كاستمر اللي عاجبه الحاجة اللي هو شايفها دي يكلمني أو يجي يزور المحل ويشتريها. النهاردة أنا لازم أنزل محتوى بكرياتيفيتي بأفكار جديدة، لازم أخلي الفولورز بتوعي يكون في ما بينهم تفاعل عشان يكون في براند لويالتي للبزنس بتاعي عشان البرودكت بتاعي يتباع في الآخر. فالكونتنت كريتورز او السمول بزنس اونرز بقوا فعلا مضطرين يعملوا مجهود كبير جدا عشان يوصلوا للهدف او النتيجه اللي هم عايزينها، اللي هي في الاخر ايه؟ ان انا ازود البراند اويرنس بتاعي، اعرف الفولورز او الاودينس بتاعي اكتر عن البراند بتاعي، وفي الاخر اوصل فعلا للاند جول اللي هو ايه؟ السيلز اللي انا عايزاه. لكل ده اكيد لكل سمول بزنس اونر هدفه ان هو يعمل سيلز.
لازم اركز على 3 حاجات اساسيين. اول حاجه ان انا اعرف مين التارجت اودينس بتوعي، اعرف ايه الديموغرافيكس بتاعهم، هم عايشين فين، سنهم ايه الانترست، ايه الهوايات اللي هم بيحبوها، عشان اعرف اعمل محتوى مناسب للاودينس ده. اوكي. فانتي طبعا لما بتعملي محتوى يشد الاودينس اللي انتي عايزاه، عشان في الاخر هو ده الكاستمر بتاعك، محتاجه تعملي محتوى يكون valuable، مفيد للكاستمر ده او الفولور اللي هيبقى ان شاء الله كاستمر. وتاني حاجه لازم يكون engaging، لازم تشجعي ان يكون في تفاعل مع البراند بتاعك والاند يوزر ده، عشان في الاخر الانجيجمنت ده هو اللي بيخلي الاودينس يرجع لك تاني، يرجع للبيج بتاعتك، يرجع للمحتوى بتاعك، وفي الاخر هنوصل للاند جول بتاعنا اللي هو ايه، بيجي ياخد الخدمه او البرودكت اللي انا ببيعه. انت عارفه انا في حاجه كمان قريتها بخصوص الموضوع ده، ان دلوقتي اكتر اعلانات او اكتر شكل دعايه هينجح في الفتره اللي جايه هي الدعايه اللي مش باين انها دعايه. بالظبط، الناتشرال او الكونتنت، المحتوى اللي انت بتعمليه فعلا من القلب، او كونتنت انت عارفه ان هو هيوصل للناس الصح، والناس دي هيستفيدوا فعلا من الحاجه دي اللي انت بتوفريها. اول حاجه لازم توصلي لهم ان في مشكله انت بتحاولي تحليها كبراند، فهو بالتالي بيحس انا محتاج للبرودكت ده او للسيرفيس ده، فعشان كده بيجيلك تاني. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي لازم انا كسمول بزنس اونر اركز فيها. وكمان تالت حاجة واللي هي مهمة جدا ان انا استخدم التولز المتوفرة دلوقتي. احنا دلوقتي بقينا في عصر فيه كمية ديجيتال تولز ممكن نستفيد منها ككونتنت كريترز او ماركترز عشان نكبر البراندز بتاعتنا اونلاين. مش محتاجة اروح لايجنسي او حتى فريلانسر يساعدني في ده، انا ممكن انا بنفسي استخدم تولز زي تشات جي بي تي، such as عندنا كانفا. كل التولز دي ممكن نستخدمها عشان تسهل من علينا وتقلل الوقت اللي احنا بنستخدمه عشان ننزل محتوى. وفي الاخر المحتوى ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا نوصل الرسالة بتاعتنا كبراند للتارجت اودينس بتاعنا. فالثلاث اساسيات عشان بس ما لخبطكوش، المين بوينتس هي اللي انا اعرف تفاصيل وال بيرسونا بتاع التارجت اودينس بتاعي او الكاستمرز اللي انا عايزه استهدفها كبراند. تاني حاجه ان انا انزل او اخلق كونتنت او محتوى يكون هادف فعلا ويوصل الرساله بتاعتي كبراند للاودينس بتاعي. وتالت حاجه ان انا اعرف استخدم التولز المتوفره دلوقتي عشان اعرف اوصل فعلا للناس الصح واعمل الكونتنت اللي فعلا هيبقى مفيد بالنسبه لهم. حلو قوي. طب تفتكري من خبرتك ومن الحاجات اللي انتي بتشوفيها على السوشيال ميديا دلوقتي، ايه هي الاخطاء اللي دايما بيقع فيها الناس اللي عندها سواء بيرسونال براند شخصية او عندها بيزنس بتاعها، بيعملوها على السوشيال ميديا بتدمرهم؟ اوكي، في طبعا اخطاء كتيره جدا. اولهم ان عدم الاستمراريه والانكونسيستنسي. عدم الاستمراريه معناها ايه؟ انا نزلت كونتنت مره مرتين في الاسبوع وبعدين اختفيت. حاجه تانية بتتفهم غلط ان انا انزل كونتنت كتير هو ده اللي انا محتاجه اعمله. لا، انا محتاجه انزل محتوى يكون هادف، يكون فعلا مفيد للاودينس بتاعي، للناس الفيور شيب او الناس اللي هي فولوينج المتابعيني يعني على السوشيال ميديا. فالمفهوم الكونسيستنسي مش الفريكونسي، يعني ان انا ابقى مستمره في المحتوى اللي انا بنزله، مش ان انا بنزل محتوى كتير مش هادف ما فيهوش استراتيجي. فكتير جدا بيقولي طب انا يا دينا بنزل كونتنت كتير جدا، نزلت 3 ريلز النهارده. هو الموضوع مش ان انا انزل كميه كبيره من الريلز، لا، الموضوع ان انا انزل ريلز باستراتيجي، بفكره او بهدف ان انا عايزه اوصل هدف من الاهداف بتاعتي كبزنس، زي ان انا اكبر الفيورشيب او الكوميونتي بتاعي، ازود التفاعل ما بين الاودينس بتوعي اونلاين. ففي كذا جول ممكن اوصل له من خلال التولز دي، اللي هي سواء بقى بستخدم سوشيال ميديا، بستخدم اي نوع تاني من ديجيتال ماركتينج عشان اوصل للناس اللي انا عايزه اوصل لها فعلا. فدي حاجه.
مهمة جدا، لازم نخلي بالنا لما بنيجي نعمل البلان او الخطة بتاعت الكونتنت كريشن بتاعنا. تاني حاجة quality not quantity. ان كتير جدا من البيزنسز الصغيرة بيحسوا ان انا لازم يكون عندي following كبير جدا عشان اعرف ابيع او اعرف اوصل للناس اللي انا فعلا عايزة اوصل لها. وللأسف كتير جدا من الناس اللي انا اشتغلت معاهم بيعملوا ايه؟ بيشتروا followers عشان يكبروا البيج بتاعتهم. او للاسف احنا ككالتشر بنخش على البيج نشوف البيزنس ده او الكونتنت كريتور ده عنده فولوينج كتير، يبقى بالنسبه له فعلا ده لسه كنت حد. هقولك كده، اصلا بالظبط. الناس بتثق في اللي عنده فولورز اكتر. بالظبط. هو دلوقتي بقى في awareness اكتر عن الموضوع ده، بقت الناس تعرف ان الاكاونت ده شاري فولورز مش فعلا عنده genuine او فولورز اصليه. ليه؟ بيشوفوا ده من خلال ايه؟ الفيورز او الفيو نمبرز بتاعه الريلز، الكومنتس، الكواليتي بتاعه الكومنتس اللي بتبقى على البوستس او الريلز، المحتوى نفسه، الانجيجمنت او التفاعل اللي الاكونت بيحاول يعمله من خلال الستوريز مثلا لو بنتكلم على سوشيال ميديا بلاتفورم زي انستغرام مثلا. فانا ممكن يكون عندي 700 فولور وببيع كل يوم بيجي لي اوردرز، versus حد تاني عنده 7000 فولور وما بيجيلهوش اي انكوايريز اصلا على اي اوردرز. فانا عايزه ان اي حد بينزل محتوى، اي حد بيبيع برودكت اونلاين يركز في الكواليتي بتاع المحتوى اللي بينزله، ما يركز او ما يحسش بداون لما numbers of followers بتاعته تبقى قليله. فانا عايزه كواليتي، اوكي، يعني اركز في الجوده عكس الايه quantity. انت عارفه كمان برضو مهم ايه؟ جوده التواصل. بالظبط. يعني فكره ان لو انا مثلا عندي بزنس جديد او انا عندي براند شخصي والناس عندي مش كتير، بس انا بهتم بالجودة بتاعة التواصل بتاعي مع الناس دي، انا برد عليهم على طول، انا بالظبط. عندي خدمة عملاء كويسة جدا. لما حد بيبقى عنده المشكلة بيبقى عندي مساحة من الوقت ان انا اتابع معاه واحلها له ومش عارف ايه. لكن لما يبقى عندي عدد كبير قوي 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 من الفولورز، انا ما بقولش برضو ان ده غلط، بس قصدي ان الناس تبقى فاهمة ان هي خطوات، وكده كده البيزنس بتاعك هيكبر لما هيبقى عندك عدد اكبر، هيبقى عندك فريق اكبر، بالظبط. فهيبقى عندك في ناس بترد. لكن طول ما انت لسه في الاول وطول ما انت لسه لوحدك، المفروض ان احنا نهتم اكتر بجودة التواصل مع العملاء بتوعنا او مع الناس اللي احنا بنوصل لهم المنتج بتاعنا او الخدمة او الرسالة بتاعتنا. بالظبط. كل اللي بتقوليه صح تماما، مهم جدا. ليه؟ عشان البوينتس دي كلها بتعمل ايه؟ حاجة مهمة جدا، ان هي بتخلي الثقة بتاعة الاودينس بتاعك تكبر. وده اللي بيوصل ايه؟ البراند لويالتي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو فعلا مهم جدا لاي ستارت اب او اي سمول بزنس بيحاول يكبر، يعني يكبر الوجود بتاعه اونلاين. فلما انا بهتم برأيك، بالمسجز اللي بتبعتيها لي وبرد عليكي، انت بتحسي ان في كونكشن، بيبقى في كونكشن، والتفاعل ده ما بين البراند والكاستمر مهم جدا. عشان لما بقى بتنزلي منتج، بتنزلي سيرفيس، الكاستمر ده او الفولور ده، هو لسه مش كاستمر، هو فولور، بيحس ان الكونكشن دي، طب لا انا عايزه اجرب السيرفيس بتاع اميره، انا عاجبني الكلام اللي اميره بتقوله، وانا فعلا حاسه ان اي كان ريليت. فانا لا، انا عايزه انا حاسه ان فعلا هعرف اوصل لحاجه كويسه مع اميره لو انا اشتريت البرودكت ده، لو انا استخدمت السيرفيس اللي هي بتوفرها لينا. فدي حاجه مهمه جدا، عشان التراست ده او الثقه دي في البراند هو اللي فعلا بيوصل السمول بزنسز دي للاهداف اللي هم دايما بيكونوا حاطينها، زي ان احنا نكبر الريتش بتاعنا، نزود التفاعل في الكوميونتي، او نخلق اصلا كوميونتي للبراند بتاعنا اونلاين. طيب انا عايزه اخدك في حته بقى، هي تجربه شخصيه، انا عارفه ان هي تجربه شخصيه ليكي كأم، وهي برضو حاجه من الحاجات اللي احنا جالنا عليها تعليقات ورسائل كتير من امهات سابت الشغل فتره بسبب ان هي عايزه تقضي وقت اكبر مع اطفالها او طفلها، يعني لو لسه مخلفه او كده، وبعدين واجهت صعوبه في ان هي ترجع تاني مجال الشغل.
الشركات، انه بيبقى مش بسهولة ان هي تلاقي فرصة، مش بسهولة ان هي تلاقي كمان فرصة بفلوس كويسة او بمثلا شغل كويس او كده. فبيبقى عندهم شوية أسئلة ان احنا نعمل ايه لو احنا مش عايزين نرجع تاني الشركات او ما عندناش فرصة ان احنا نرجع تاني الشركات، وفي نفس الوقت احنا عايزين نقضي وقت اكتر مع ولادنا عشان نتأكد ان احنا عملنا برضو اللي علينا تجاههم وقضينا معاهم اكتر وقت، بس عايزين برضو نحقق نفسنا وعايزين نعمل بيزنس لنفسنا وعايزين نعمل حاجة اونلاين، عايزين نعمل مشروع صغير. فانا عايزاكي تحكي التجربة بتاعتك وتقولي برضو الامهات اللي بيعيشوا التجربة دي يقدروا يعملوا ايه. طيب انا هاخدك كده ورا، ممكن نقول 16 سنة. اوكي. لما ابتديت اشتغل في مجال الماركتينج او مجال التسويق، اللي هو اكشلي كان سبب اللي انا وانتي عرفنا بعض منه، لما انا كنت بتابع صفحة كونراد كايرو هوتيل، وبعدين لقيتك منزله كونتنت، وكان كونتنت كريتيف جدا، واتبسطت قوي عشان انا كنت اول ما ابتديت اشتغل في الماركتينج اشتغلت في كونراد كماركتينج كوردينيتور، وكنت مبسوطه جدا بالكوميونيكيشن او الماركتينج شانلز اللي الهوتيل وصل ليها لسه حتى من قريب، يعني thanks to you يعني. شكرا. ف انا من ساعه ما ابتديت اشتغل في المجال ده وانا كنت حابه جدا ان انا بالاكسبيرينس بتاعي او الخبره بتاعتي اللي في الجرافيك ديزاين وفي التسويق وفي الاوتيلات، ان انا اساعد لوكال ديزاينرز يكبروا مشروعاتهم، وبالذات ان انا كلوكال ديزاينر انا بعمل فوكسنج على حاجه واحده، البرودكت بتاعي ازاي. في حاجات طبعا كتيره جدا لما باجي اعمل منتج، في عندنا financial issues، عندنا production issues، operations. فللاسف ساعات كتير جدا البيزنسز دي بتتجاهل الماركتينج سايد، فانا كان هدفي ان انا اساعد البيزنسز دي ان هم يسوقوا للبرودكتس بتاعتهم من خلال بلاتفورم. وكل ده كنت بعمله وانا شغاله الفول تايم جوب بتاعتي. وانا للاسف كنت واخده التشالنج دي ومكمله فيها لغايه لما جبت اول بيبي ليا، وحسيت ان انا طبعا مش بس النيدز بتاعتي انا كأم اتغيرت او انا كشخص، لكن الماركت نيدز ابتدت تتغير، الكومبيتيشن ابتدى يزيد، فالديماندز في الشغل او في البيزنس بتاعي ابتدى يتغير وابتدى يزيد، ابتدى حاجات تبقى مطلوبة مني اكتر. فكان لازم اخد ديسيجن، كان لازم اخد قرار، هل انا حابة اكمل في الفول تايم جوب بتاعتي من 9 to 5، ولا اقفل المشروع ده ولا اعمل العكس، اسيب الشغل بتاعي واكبر المشروع بتاعي عشان اشوف بقى الحلم بتاعي ده هيوصل لغاية ايه. مش حابة اقول للأسف اخدت قرار ان انا اقفل المحل، لكن انا مبسوطة بكل ديسيجن اخدته الحمد لله، وكل ديسيجن بناخده بيوصلنا للبوزيشن بتاعنا النهاردة. فدي يعني ده كان قرار كان لازم اخده عشان زي ما بتقولي اركز مع بيتي، اركز في ابني، والكارير بتاعي. انا ما سبتش الكارير بتاعي، لكن كان لازم يكون في ساكرفايس، لكن لازم اضحي بحاجه طبعا. فانا وقتها ده القرار اللي انا اخدته، وركزت فعلا في الفاميلي لايف بتاعتي، و I advanced my career، اخدت كورسز وكبرت نفسي في او عملت development للكارير بتاعي. وبعدين لما قررت ان انا ارجع تاني او ابتدي تاني project personal او حاجه على جنب، كان طبعا الموضوع صعب جدا، زي ما بتقولي اكن حد ساب فيلد معين وجاي يرجع تاني. كل اللي كان محتاجه وقتها سبورت، طبعا سبورت من الناس اللي حواليا، والحمد لله لقيت ده. ف كبيرسونال اكسبيرينس حابه اقول لاي حد حابب يرجع للشغل، حابب يبتدي مشروع، مش لازم انك انتي ترجعي للشغل تاخدي فول تايم جوب عشان تبقي سكسسفul، لا انا ممكن ابتدي مشروعي من البيت. اهم حاجه اشتغل على نفسي، الثينكينج بتاعنا او المينتاليتي بتاعنا مش بس كأمهات، كأي سيده مهم جدا، عشان ده اللي في الاخر بيشيب الفكر بتاعك.
زي ايه؟ بتكلم على confidence، بتكلم على الثقه اللي انت محتاجه تكون فيكي، و ال insecurities اللي عندنا هي للاسف اللي بتغطي على الاهداف او الحلم اللي احنا عايزين نوصله. فانا لازم اكون عارفه اول حاجه انا عايزه احقق ايه، عايزه اوصل لايه. فاي حد مننا بيكون عنده مخاوف، سواء انا او لا، حد بقاله كتير سايب اندستري معين عايز يبتدي اندستري جديد، عنده بروجكت او حلم عايز يحققه. المخاوف دي هي للاسف اللي بتوقفنا، بتخلينا في بوكس كده مش عارفين نتحرك فيه. فلازم افكر اول حاجه، اعرف انا عايزه اوصل لايه، ومن خلال البلان اللي انا هحطها لنفسي هحط ستيبس صغيره وتايم لاين. يعني انا عايزه احقق الستيب ده او البروجكت ده باي مثلا وقت معين، ففي الوقت ده هشتغل على 1 2 3 واخدها مراحل صغيره، وما اخليش اي حد يوقفني ولا ياخرني في سواء بقى يعني انا لسه كنت هقول كده، ممكن برضو عشان ما نلخبطش الناس، خلينا نقول لو اي مرت بالتجربه بتاعت ان هي سابت شغلها لفتره بسبب الخلفه او بسبب ان هي محتاجه تقعد مع ولادها شويه وعايزه ترجع تاني وبتواجه صعوبه، تعمل ايه؟ لازم يكون في بلان، خطه واضحه وتايم لاين. انا عايزه اوصل للهدف ده في وقت قد كده، وايه الستبس او ايه الخطوات اللي انا لازم امشي عليها عشان اعرف اوصل للهدف ده. ولو انا محتاجه مساعده من حد، لازم نعرف ان احنا ما نخافش ونطلب مساعده. فعلا هنلاقي قد كده ناس حوالينا سواء فاميلي او فريندز هيعرفوا هيساعدونا، ودي حاجه فعلا لازم تكوني واثقه منها وواثقه من نفسك قبل اي حاجه. اوكي، طيب ايه الاخطاء اللي لو رجع بيكي الوقت مش هتعمليها وانتي بتبدأي مشروعك؟ اول حاجه، انا كنت حاسه ان انا لازم اعمل كل حاجه لوحدي، وكان لازم البريشر عليا انا بس، ولما حد كان بيطلب مني ان يساعدني كنت برفض دايما. بس دلوقتي بعد سنين كتيره حاسه ان انا لو كنت قلت اوكي او كان اخدت المساعده دي، كان فعلا ممكن كنت كملت في المشروع بتاعي، ما كنتش وقفت الستبس اللي انا كان المفروض اخدها عشان اكمل او اوصل لحلمي، وكان ان انا اكبر البوتيك بتاعي واوفق ما بين الفول تايم جوب بتاعتي والبوتيك. فاول حاجه لازم على قد ما نقدر نعرف ايه اللي احنا نقدر نوصل له لوحدنا، وما نفتكرش او نحط ستاندردز عاليه جدا مش هنعرف نوصل لها لوحدنا. واتس اوكي ان انا اخد مساعده او اطلب حتى مساعده من اللي حواليا. دي حاجه هتساعد ان انا اوصل طبعا ان انا احقق اهدافي واحلامي. طب انتي في الفترة بتاعت البريك دي او الفترة اللي انتي فصلتي فيها شوية من الشغل، كنتي بتشتغلي فريلانسنج، بتعملي حاجات فريلانسنج، ودلوقتي ما شاء الله انتي كونتري مانجر لاكسبيرينس ابو ظبي في مصر. يعني انتي بتسوقي لابو ظبي في مصر، مسؤولة عن تسويق المدينة دي في مصر. عايزة اعرف تجربتك بقى من الفريلانس لان انتي ترجعي تاني وظيفة. يعني الناس دايما بتعمل العكس، بتبقى عايزة هي يبقى وقتها في ايديها وتتخلص من القيود بتاعة الوظيفة. انتي بقيتي بقى سبتي الفريلانس ورحتي تاني ترجعي تشتغلي وظيفة، دلوقتي انتي كونتري ماركتنج مانجر. فالتجربة دي جديدة، فانا عايزة اعرف. بصي طبعا كل حاجه ليها المزايا بتاعتها والعيوب. طبعا فريلانسنج معناها زي ما معنى يعني ان انا بشتغل بروجكتس معينه بخلصها في وقت معين، ووقتي هو ملكي. فانا في ايدي ان انا ارفض او اوافق على بروجكتس معينه اعملها ما اعملهاش. لكن طبعا وجودي او كوني كونتري مانجر في فول تايم جوب او في فول تايم انتيتي، دي معناها ان انا عندي responsibilities معينه لازم وقتي طبعا مش ملكي. فبالنسبه لي كانت تجربه لذيذة عشان النيتشر أو الشغلانة نفسها كانت عجباني.
فانا حابه التسويق لواجهه سياحيه، ان انا اعرف الناس اكتر عن البلد دي وافرجهم المعالم السياحيه اللي موجوده هناك. فانا بالنسبه لي كان nature of job كانت عجباني جدا، وكنت مبسوطه ان انا يعني اشتغل في المجال ده. غير كده في ناس بتحب ان هي تقرر هي عايزه تعمل ايه امتى في التايم اللي هي حباه. لكن انا من الناس الستيبل، انا احب ان انا من 9 ل5، بعد 5 ده وقتي انا البرايفت تايم بتاعي، بس من 9 ل5 ده وقت الشغل بتاعي اللي انا لازم اخلص فيه حاجات معينه. being a freelancer مش سهل على فكره، زي حد عنده small business، هو مش سهل خالص، عشان انتي actually طول الوقت بتفكري في الشغل. انتي وقتك تمام اوكي هو ملكك وكل حاجه، لكن انتي طول الوقت ليل ونهار اكشلي بتفكري في الشغل اللي وراكي، عشان انتي بتدوري، مش بس بتدوري على كلاينتس جديده، لكن في عندك ديدلاينز وعندك حاجات لازم تخلصيها، فممكن للاسف وقتك ما بيبقاش ساعتها ملكك. كويس ان انت اتكلمتي في الحته دي، لان في ناس بتبقى شايفه ان مفهوم ان انا يبقى وقتي في ايدي او اشتغل حاجه او انا ابقى رئيس نفسي دي حاجه جامده جدا، وهي دي الحريه، وهي دي تمام، هي فعلا كده للي عايزها بالظبط. يعني اهم حاجه ان انا ابقى عارفه انا عايزه ايه او المناسب ليا ايه، مش بجري بالظبط. ورا فكره وخلاص. لان فعلا في ناس، وانا برضو زيك، الوظيفه بالنسبه لهم انسب. انا احب ان انا يبقى عندي وقت من الساعه كذا للساعه كذا، ده وقت الشغل، وبعد كده ده الوقت بتاعي، انا بحب كده جدا. بالظبط. في ناس تانية مش مناسب بالنسبه لها ده، هي عايزه تشتغل في اي وقت هي عايزاه وتتحكم هي في وقتها براحتها، وما عندهاش مشكله ان هي يكون عندها مسؤوليات اكبر او يكون عندها دوشه اكتر في حياتها، بس صح. في مقابل ان هي تتحكم في الوقت بتاعها. صح. فهي الفكره ان مش ده صح وده غلط، هو مفيش صح وغلط، هو في انا المناسب ليا المناسب ايه ليا وايه اللي بالظبط. انا عايزه اعمله. وده فعلا صح. في اخر كام سنه الترند ان انا ابقى فريلانسر، او الترند ان انا يبقى عندي سمول بزنس، لكن زي ما قلتي مش كل حاجه يعني مش being a freelancer ده مناسب لكل الشخصيات. لا، انا ممكن اللايف ستايل بتاعي كمان بيحكم ده. انا مثلا محتاجه ان انا اكون عندي ستيبل جوب من الساعه 9 للساعه 5 عشان عندي طفل صغير مثلا. لو انا سنجل مام مثلا، او لو انا سنجل ما عنديش اي children، مهم جدا ان انا يعني ممكن ساعتها اعرف اسافر، اعرف اخد رولز اكبر من اللي حد تاني ممكن ياخده لو عنده child. فكل رول بيبقى حسب اللايف ستايل بتاعي، ايه السكيلز اللي عندي، ايه النولج اللي عندي، هعرف ازاي اطبقه في الجوب دي. بما اننا بقى اتكلمنا عن الامومه، في سؤال كده دايما بحب اساله لكل الامهات والابهات اللي بيجوا هنا في البودكاست: ايه الحاجه اللي عملتيها كأم وندمتي عليها؟ ان انا خدت مسؤوليات اكتر من اللي انا كنت قادره استحملها. الناس او البنات اللي زينا اللي بيبقوا عندهم دريمز، او بتبقي طموحه وحد حاسه ان انت عايزه تحققي حاجات كتيره وتساعدي ناس كتيره بالسكيلز او بالنولج بتاعك، وبعدين بعد كده تلاحظي طب انا كل ده على حساب ايه، على حساب مين. فانا في اوقات كتيره جدا كنت حاسه لا، انا في الوقت ده كان ممكن ابقى مع ابني، كان ممكن يبقى في كواليتي تايم مع بعض. ف طبعا الدريمز اللي احنا بنكون عايزين نوصل لها دي للاسف ساعات بتيجي كتير على حساب البيرسونال لايف بتاعنا. ودي حاجه طبعا بندم عليها. في اي وقت انا كان ممكن اقول لا على بروجكت او على حاجه، لكن احنا مش طبعا مش عايزين نندم، ومبسوطين بكل حاجه الحمد لله وصلنا لها. لكن طبعا لازم نفكر كويس قوي قبل ما حاجة تيجي علينا أو على الناس اللي احنا بنحبها. طبعا انا دايما بحب اسال السؤال ده علشان كل الامهات اللي بتتفرج علينا او الابهات اللي بيتفرجوا علينا يتعلموا ان ايه الحاجات اللي ممكن تضايق ولادهم او تصعب علاقتهم بولادهم او ايا كان تسبب اي حاجه. فبيبقى حلو ان الناس تحكي تجربتها من الموضوع ده. عايزة اقولك حاجة لاحظتها لأي حد عنده طفل،
بيشتغل كتير. دي بالذات لاحظتها في وقت الworking from home، وقت الكورونا، لما الولاد كانوا قاعدين من المدارس، ان هم كانوا شايفين كل اللي احنا بنعمله في الشغل، سامعين كل مكالمات الشغل بتاعتنا. ابتديت ادخل ابني واشرح له انا بعمل ايه، وادخله شويه معايا في الشغل يشوف ايه اللي انا بعمله، ايه نوع الماركتينج ده هو ايه، بفرجه انا بشتغل ازاي، شفت الجرافيك ديزاين ده كان عامل ازاي، وصلنا لايه بالتولز دي. فلما بتدخلي ولادك او اللي هم اصغر او الفاميلي ممبرز اللي عندك في الشغل بتاعك، يعرفوا انتي بتعملي ايه وليه، ويعرفوا ويشوفوا الاند ريزلت او النتيجه من الشغل اللي انتي بتعمليه، دي حاجه بتقربك قوي ليهم، وبيبتدوا يفهموا طب مامي سايباني عشان هي قاعده بتعمل حاجه معينه بتساعد من خلالها حد معين. فالحاجات الصغيره دي او التفاصيل دي فعلا بتقوي العلاقه ما بينكم، وفي نفس الوقت ما بتحسسوش ان انت بعيدة عنه او ان انت بتعملي حاجة ومش مهتمية بيه. يعني وقتك ده مختلف لا او بعيد عنه، انت كده بتحسسيه ان هو بقيمة الشغل اللي انت بتعمليه. ايوه، حلو قوي. طيب اصحاب المشاريع الصغيرة او الناس اللي هي لسه بتبدأ براند على السوشيال ميديا وما عندهمش بادجت، ايه الحاجات اللي ممكن يعملوها تساعدهم يكبروا على السوشيال ميديا وفي نفس الوقت ما يدفعوش فلوس كتير لو هم ما عندهمش الإمكانية ان هم يدفعوا فلوس كتير على التسويق؟ اوكي. في الأول النهارده بقى في تولز كتيرة جدا اونلاين. AI Artificial Intelligence او الذكاء الاصطناعي، دي حاجة مهمة جدا. لازم كلنا اي حد موجود على السوشيال ميديا او اونلاين لازم يستخدمها. التولز دي بتساعدنا، اول حاجه هي بتوفر وقت ومجهود وفلوس لاي بزنس اونر او اي ستارت اب، عشان غير ان هو بس يعمل محتوى، لا هو بيساعده ان هو يسوق للمنتج او الخدمه بتاعته اونلاين. فان انا استخدم تولز للماركتينج اونلاين زي كانفا مثلا. انا مش محتاجه، زمان كنت محتاجه ان انا ابقى عندي خبره في الجرافيك ديزاين عشان اعمل بوستس بتاعتي اونلاين. النهارده انا ممكن استخدم تول زي كانفا وهو يعمل لي الديزاينز اللي انا عايزاه، بغير بس الالوان، بغير الاليمنتس، بغير الفونت، كل ده امشيه حسب البراند بتاعي. في سكادجولينج تولز يعني ايه؟ يعني انا بخلي السوشيال ميديا بلاتفورم ده ينزل لي البوست في الوقت اللي انا هحدده. في حاجات كتيره جدا ممكن احنا نستخدمها من غير اي اكسبيرينس، من غير اي فريلانس يساعدنا او اي ايجنسي تساعدنا. فانا ممكن استخدم التولز دي، ودي طبعا هتوفر لي قد كده مبالغ، وهتخلي ان الانفستمنت اللي انا بدل ما احطه في ماركتنج ايجنسي تساعدني، طبعا انا هحتاج انفست شويه وقت ومجهود ان انا اتعلم ازاي استخدم الابلكيشنز دي. ودي حاجه بتبقى حاجه سهله جدا، عشان الابلكيشنز دلوقتي كلها بقت يوزر فريندلي ومش معموله لحد بروفيشنال او اكسبرت في مجال معين، لا هي معموله لاي حد ممكن يستخدمها. فدي ديفينتلي حاجه لازم كل بزنس اونر يستخدمها عشان يوفر انفستمنت كبير جدا، يعرف يحط الانفستمنت ده في حاجه تانية في المشروع بتاعه. حلو جدا. طيب Not from the couch هو مش مجرد بودكاست، احنا مشروع غير ربحي هدفه انه يوفر فرص تدريب وتعليم وتوجيه او منتورنج، توجيه مهني، وطبعا فرص شغل لكل الناس اللي بتتفرج علينا. واحنا اول مبادرة في الشرق الاوسط بتتعاون مع اصحاب القرار في مجالات مختلفة حلو. وبلاد مختلفة علشان يستخدموا قوتهم في مساعدة الناس والتغيير الإيجابي. فكل ضيف بيكون ليه مساهمة بيقدمها للناس اللي بتتفرج علينا في Not from the couch. فأنتي حابة المساهمة بتاعتك تكون إيه؟ حابة أساعد أي حد عنده مشروع صغير أو ستارت اب من خلال one to one consultation session، عبارة عن مكالمة بنعملها على زوم. بساعده، او اول حاجه بعملها ان انا براجع الاكاونت بتاعه على السوشيال ميديا، بشوف هو محتاج ايه عشان يكبر الوجود بتاعه اونلاين.
طبعا لو عنده اي تشالنجز او اي حاجه عايز يوصل لها مش عارف يوصل لها من خلال وجوده على السوشيال ميديا، انا بساعده في ده من خلال البيزنس استراتيجي او الماركتنج استراتيجي اللي انا بعملها له، وبنتكلم عنها اكتر في المكالمه دي. حلو قوي. طيب يعني دلوقتي اي حد بيتفرج علينا عنده بزنس قائم او عنده براند موجودة على السوشيال ميديا لسه بادئة او بزنس صغير، وعايز يعرف ازاي يقدر يكبر البيزنس ده على السوشيال ميديا، يقدر ان هو يتواصل معانا في من 2 ل3 ماكسيمم. دينا هتساعدهم بشكل شخصي ان هي تعمل لهم زي توجيه او زي خطة للبيزنسز بتاعتهم علشان يعرفوا ازاي يكبروها. فدينا انا حقيقي مش عارفة اشكرك ازاي أنا طبعا على المتشكرة مساهمتك جداً. الكريمة دي. وعايزة برضو اوضح للناس اللي بتتفرج علينا ان اي مساهمة او اي خدمة احنا بنقدمها مفيش فيها اي رسوم مادية، ده مشروع غير ربحي. فالناس اللي شايفة ان المساهمة دي مناسبة ليها وعايزة تستفيد بيها يقدروا يتواصلوا معانا من خلال المنصات بتاعتنا على السوشيال ميديا علشان نساعدكم توصلوا لدينا وتستفيدوا بالمساهمة. دينا شكرا جدا جدا، وبجد شكرا، أنا اللي انا متشكرة مبسوطة جدا وأنا ان انا أكتر والله. اتعرفت عليكي. Thank you so much. وشكرا على كل المعلومات اللي ليها بجد قيمة كبيرة جدا اللي انت قدمتيها في الحلقة دي، وانا مبسوطة ان انا شفتك النهاردة. أنا أكتر والله. Thank you so much. وشكرا لكل واحد أخد وقتي إن هو يسمع للبودكاست. شكرا لأميرة والتيم كله. شكرا. وإن شاء الله أشوفكم في الكول. ان شاء الله.